السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نربكم بنكهة الليمون والنافع. كيجي بنين ومنسم وهشيش. غادي نبداو على بركة الله. عندنا هنايا معلقة كبيرة ديال النافع مطحون منقي ومحمر ومطحون، شويه ديال الملحة، قشور حامضة محكوكة، 4 الكيسان ديال الدقيق، معلقة أو 7 غرام ديال خميرة الحلويات، بيضة وحدة، نص كاس ديال زيت المعدة، كاس ديال عصير الليمون، وكاس صغير ديال السكر سنيدة. غادي نبداو على بركة الله. كنضيفو السكر، كنضيفو بيضة وحدة، نخلطو مزيان. نضيف الزيت، كنضيف عصير الليمون، دابا غادي نضيف الدقيق تدريجيا حتى نحصل على القوام اللي بغينا. خاصو يكون العجينه خاصها تكون كتلصق في اليدين باش تجينا خفيفه. ونستمر في تحريك العجين. غادي نستعمل هذه الكميه كامله ديال الدقيق، 4 الكيسان. هذه هي العجينه من بعد ما كملناها. كتجي على هذا الشكل، كتجي رطبه وكتلصق في اليدين. خليتها ترتاح واحد 5 دقائق. دابا غادي نمر باش نشكل فيها. لا بد ما ندهنو يدينا بالزيت حيت كتلتصق بزاف في اليدين. كنحاول نشكل هذا القطع على شكل حربال، كنعبرو باش يجي مقاد. صافي كنبقى نشكل وكنحط في بلاطو. منين نكمل ان شاء الله نمرو باش نقليو الركو ديالنا.
صافي دابا نمر باش نقلي الدوائر اللي شكلت. الزيت لابد ما تكون سخونة، كنقصوا العافية باش ما يتحرقوش لينا. كنقلبوهم لين كتحمروا من التحت. من بعد ما كيطيبوا الروكو ديالنا، من بعد ما كيطيب كناخدو شويه ديال السكر كلاصي، كنزيدو ليه شويه ديال القرفه، نخلطوها مزيان. كنفندو فيها الروكو ديالنا. وهذا هو الروكو ديالنا من بعد ما كيطيب. كنفندو في السكر. كنتمنى الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم. نتلاقاو في فيديو قادم ان شاء الله. السلام عليكم.